حبايب قلبي الغالين في كل مكان، جايه لكم النهارده بقصه جامده جدا بقلم الكاتبه اميره احمد. بتمنى انها تعجبكم وانكم تشوفوها لحد الاخر، بس ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو علشان يوصل لغيركم، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه اللي مش مشترك علشان يوصلوا كل جديد، وكمان هستنى رايكم الحلو زيكم تحت في الكومنتات. يلا بقى نشوف قصه النهارده بتحكي عن ايه. صحيت الصبح متاخر وبصت في ساعتها باستغراب، ازاي محدش صحاها لحد دلوقتي؟ خرجت من اوضتها على الحمام، غسلت وشها ونزلت تحت، لقت الكل بينظف والستات في المطبخ بيطبخوا، والبيت كله في حالة رعب. هما بيت عيلة كبير مكون من 3 أدوار، دور لوالدها سيد وإخواتها، ودور لعمها سالم، ودور لعمها سليم. لقت أختها بتجري ناحيتها، بصت لها رهف وقالت: في إيه يا ريم؟ إيه الدربكة اللي على الصبح دي؟ هو في حد جاي ولا إيه؟ ريم هزت راسها وهي بتبصلها: مراد راجع من السفر أخيرا. خفق قلب رهف بعد ما سمعت كلام أختها وهي بتبصلها بتوهان. مراد حبيب عمرها راجع بعد ما سافر كتير. بصت ريم وقالت بعدم تصديق: مراد راجع؟ هزت ريم راسها وهي بتجري من قدامها وبتقول: هروح أجهز نفسي علشان مراد يشوفني. رهف ضحكت غصب عنها لأن ريم عندها 12 سنة لسه وبتفكر في مراد. ضحكت وهي شايفة أختها اختفت من قدامها وطلعت بسرعة على أوضتها، قفلت الباب على نفسها وبصت حواليها. قلبها كان بيدق بقوة. مراد هيرجع؟ طب هو فاكرها أصلا ولسه بيحبها ولا نسيها من زمان؟ راحت ناحية سريرها ورفعت مخدتها وهي بتجيب من تحتها صورة لمراد وقالت برجاء: يا ترى لسه فاكرني ولا نسيت؟ ونامت من غير ما تحس وهي بتفكر فيه، بتتمنى ان يكون فاكرها ومنسيهاش. صحيت على صوت زغاريد تحت، بصت حواليها وهي بتخبي الصورة بسرعة ونزلت تحت. وقفت على السلم وهي شايفاه في حضن أمه بتبوسه وبتسلم عليه: حمد لله على سلامتك يا حبيبي، نورت البيت يا عيوني. وقفت وهي بتبصله وهو بيسلم عليهم كلهم، ونزلت عنده. أول ما شافها اتكهرب: ازيك يا رهف؟ ابتسمت رهف ابتسامة صغيرة: حمد لله على سلامتك يا مراد. الله يسلمك. وبصت لوالدتها وقالت بضحكة كلها توتر: أنا طالعة فوق يا ماما. هزت والدتها راسها فطلعت رهف على فوق على طول. نزلت ريم جري على السلم وقالت: أبي مراد وحشتني قوي. ضحك مراد وبسرعة كان بيحضنها: وانت كمان يا ريم يا صغنونة انت. كده تغيب عننا كل ده؟ أنا مخصماك. ضحك مراد وهو بيبوسها وطلع شوكولاتة من جيبه: بس انا ما يهونش عليا زعلك يا ريم، مرضية كده؟ ضحكت ريم وهي بتبوسه على وشه: أنا بحبك قوي. ضحك مراد وقال لها: وانا بموت فيكي. وفوق كانت بتبص لهم رهف وقالت بيأس: يا ريت نقدر احضنه زيك كده يا ريم، يا ريت. وبعد اسبوع في الجامعة كانت قاعدة رهف مع صاحبتها اسماء قدام المدرج، اللي قالت لها: وبعدين بقاله اسبوع هنا اهو ما حاولش يفتح معاكي كلام خالص. هزت رهف راسها: ولا اي حاجة، تخيلي ببقى قاعدة قدامه وانا بفطر او بتعشى وبحاول ابين انه عادي وما بصش ليه، بس لو لمحته الاقيه مش بيبصلي خالص، شكله نسيني خلاص. هزت أسماء راسها بنفي: لا لا لا، مستحيل يا رهف، ده حب من وقت الطفولة، هينساه يعني في 3 سنين مسافر فيهم؟ شردت رهف بعينيها وقالت: ما هو محدش عارف هو شاف ايه هناك، مش ممكن يكون حب وقلبه اتعلق تاني، مش يمكن نسيني في الفترة دي؟ وعلى رأي المثل: البعيد عن العين بعيد عن القلب. بصت لها أسماء بتعاطف لحالتها وقالت: يا رهف ما تقوليش كده وما تشغليش بالك. مشغلش بالي؟ ما هو بالي بقاله 3 سنين مشغول، بس تعرفي عندك حق، كفاية لحد كده، أنا لازم أنساه بجد. ووقفت وقالت: أنا همشي دلوقتي يا أسماء علشان ماما قالت لي ما تأخرش. هزت أسماء راسها ووقفت: أنا همشي معاكي يلا. ومشيوا سوا من الجامعة وراحوا يركبوا علشان يروحوا. اتحركت رهف في البيت وهي شايلة صينية كلها محشي ورق عنب، ووراها أختها بالفراخ، ومرات عمها شايلة الشوربة. فالنهاردة الجمعة ومتعودين على كل جمعة من الأسبوع يقضوا سوا تحت وياكلوا سوا. قعدت رهف وهي بتقول: وادي المحشي. بصت لها أمها: طبعا انتم عارفين ان محشي رهف لا يعلى عليه. هزت مرات عمها وداد راسها وهي بتاكل: عندك حق، رهف نفسها حلو في الأكل كله. مسك مراد صابع محشي وهو بياكل وقال بتلذذ: عندكم حق، المحشي حلو قوي، تسلم ايدك يا رهف. تسلم يا ابن عمي. مراد ساب الأكل وهو بيبصلها لأنها ردت عليه ببرود، رفع حاجبه ليها:
من كلمة ابن عمي، بس رهف ما اهتمتش وهي بتكمل أكل. بصت ريم لمراد وقالت بهمس: أقول لك سر يا أبيه؟ قولي يا قردة. بصت ريم لرهف. رهف بتحب حد وبتتكلم مع صاحبتها عليه بالليل وأنا بسمعها. مراد بص لرهف بابتسامة وقال لريم: عيب ما تقوليش لحد كده يا قردة، كده غلط. ريم بصت له ومطت شفايفها: أنا غلطانة ها؟ ورجعت تاكل ومراد بيضحك عليها. بعد شوية وقفت رهف وهي بتقول: الحمد لله ماما، أنا هخرج علشان أجيب شوية حاجات علشان كاتب كتاب أسماء. وقفتها والدتها وهي بتقول: لا يا رهف، مفيش خروج النهاردة. بصت لها رهف بتساؤل فكملت والدتها: النهاردة يا ابن ميرفت زميلتي جاية علشان يخطبك. بصت لها رهف بعدم تصديق: يا ماما انت سألتيني وانا قلتلك لا. ده العريس الكام يا رهف اللي ترفضيه وانا اعديها لك؟ ها؟ وليه ترفضيه اصلا قبل ما تشوفيه ولا تقعدي معاه؟ اقعدي معاه وبعد كده اعملي اللي انت عاوزاه. بصت رهف لوالدها: يا بابا قول حاجة يا بابا. اللي بتقوله والدتك هو الصح، اطلعي يلا علشان تجهزي نفسك. بصت لهم رهف بعدم تصديق، بس في الاخر طلعت فوق وهي متعصبة. ريم قربت من مراد: مش قلتلك شكله هو ده؟ بص مراد على ريم وكلامها وشد ايده وهو متعصب على الاخر. وقفت نجاة والدة رهف وهي بتدور على ريم في كل حتة. قرب منها مراد: عايزاها في حاجة يا مرات عمي؟ كنت عاوزاها تطلع الحلويات دي علشان الضيوف اللي هيجوا. وبصت لمراد وقالت: طب ممكن تطلعها انت يا مراد؟ ابتسم مراد وقال لها: ممكن طبعا. وبسرعة نجاة راحت على المطبخ وبتجيب الحلويات وقالت له: تسلم لي يا حبيبي يا رب، ولو لقيت رهف ما جهزتش قول لها امك هتطين عيشتك وانا شويه وطالعه. هز مراد راسه: حاضر. وطلع على شقه رهف وهو شايل الحلويات وخبط على الباب. استنى شويه وفتحت رهف اللي كانت لابسه فستان احمر ولسه بتجهز نفسها. بصلها مراد شويه بتوهان، بس فاق على صوت رهف اللي قالت بتوتر: عاوز حاجه يا مراد؟ بصلها مراد وافتكر انها لابسه كده علشان العريس اللي جاي يخطبها، فراح دخل الشقة وقفل الباب وراه وقال بسخرية: بقى لابسة كده علشان عريس الغفلة؟ مش ده يا اختي اللي كنت رافضاه؟ بصت رهف لبجحته بعدم تصديق، وازاي دخلها كده وبيكلمها كده. حط مراد الحلويات على الترابيزة وبصلها: تدخلي تغيري القرف اللي انتي لابساه ده والا. وبصت له رهف وما زالت مش مصدقة كلامه وانه خرج منه وهو بقاله اسبوع وعامل نفسه من بنها. والا ايه؟ قولي هتعمل لي ايه وعلى اساس ايه انت تتدخل يعني واسمع كلامك دلوقتي واروح اغير؟ هتقول ابن عمي برضو؟ مراد وهو غضبان: لا علشان حبيبك. رجعت رهف لورا وهي بتبصله بصدمة وانهارت شوية في الضحك. بصلها مراد وقال بغضب: ايه قلت نكتة ضحكتك مثلا؟ للأسف نكتة الموسم، مراد بيحب رهف، تخيل. مراد مسك ايديها: رهف انتي بتقولي ايه؟ رهف زقت ايده: بقول الحقيقة عشان حبيبي. ايه يا حبيبي بقالك 3 سنين سايبني هنا من غير جواب واحد يريح قلبي. ياما بعتلك بدل الجواب 1000 لكن ما بعتش اي حاجة، جاي دلوقتي تقولي عشان بحبك؟ بتحب مين والناس نايمين؟ مراد قرب ناحيتها: لا يا رهف ما تظلمنيش، انا ما كنتش ببعت، بس كل جواب ليكي كان بيوصل لي وكل جواب منهم كان بيعلم في قلبي بعلامة ان ما بريحكيش حتى. وبص لعيونها وقال لها بندم: بس ما كنتش اقدر، والله ما كنت اقدر اعلقك بيا اكتر من كده. انا المنحة كانت 3 سنين، اعلقك بيا كل ده ازاي وانا عارف ان اهلك نفسهم انهم يفرحوا بيكي؟ ازاي كنت ابقى اناني كده يا رهف؟ بعدته رهف عنها وهي مش مصدقة كلامه. وازاي هو اناني كده؟ ما حبتش تبقى اناني؟ لا عاش جدا عاش. وكملت وقالت له: بس انت اناني يا مراد، لما عملت كده علشان تصور في دماغك انك بتحميني تبقى اناني. انا فات من عمري 3 سنين وكنت مستعدة اني يفوت كمان زيهم، بس رسالة واحدة منك تطمني عليك. بس حتى دي انت حرمتني منها. وبصت له وكملت بدموع: ومع ذلك استنيتك، وكل مرة بصبر نفسي انك مشغول ومش فاضي، ولما عرفت انك راجع قلبي كان هيطير. مراد خلاص راجع، بس انت عملت ايه ها؟ موجود بقالك فترة كبيرة هنا ما تكلمتش كلمة صغيرة حتى، هتقدم اعذار دلوقتي مش كده؟ مراد حاول يتكلم لكن قطعته: بس اسكت بقى ما تقولش حاجة.
تعرف ايه الحقيقة يا مراد؟ انك عمرك ما حبيتني. لو حبيتني صحيح فده كان زمان قبل ما تبقى اناني كده، وعشان كده اخترت نفسي ولو مرة في حياتي، وهتخطب وهتجوز. هعمل لك اللي كنت عاوزه وفاكره تضحية في السنين دي. أنا بحبك يا رهف، ما تعمليش فيا كده. بعدت رهف وشاورت على الباب. بره يا ابن عمي علشان أجهز للضيوف، بره. بص لها مراد شوية بيأس وفي الآخر مشي. بصت رهف على أثره وعينيها كلها دموع، بس مسحت دموعها وهي بتجاهد علشان ما ينزلوش تاني، ودخلت علشان تجهز نفسها. نزل مراد على السلم وهو زعلان من جواه، لأن رهف معاها حق في كل كلمة قالتها، وهو حقيقي كان أناني قوي ناحيتها. بصله عمه اللي كان طالع. انت لسه ما لبستش يا مراد؟ مراد مسح دمعة نزلت غصب عنه. ألبس ليه؟ علشان تقابل معايا الضيوف أنا وأبوك. اتصدم مراد، عاوزه يقابل معاه خطيب حبيبته. برر بسرعة لعمه. ما ينفعش يا عمي، ما ينفعش. ليه يعني؟ يلا يا مراد غير هدومك بقى واطلع، انت أخو رهف برضه لازم تبقى موجود. وطلع على شقته وكمل وهو طالع. لو ما جتش هزعل منك. هز مراد راسه وهو بيتنهد وبيدخل بيته علشان يغير ويخرج. ولما جم الضيوف: يا ألف أهلا وسهلا، نورتونا. ألف أهلا وسهلا، أهلا بيكم. نجاة قالت كده وهي بتقرب من ميرفت صاحبتها وبتبوسها وبترحب بيها، وجوزها كان بيرحب بجوز ميرفت، ومراد واقف معاهم. دخلوا جوه وقعدوا وهم بيضحكوا، وبعد شوية ميرفت اتكلمت: أمال عروستنا فين؟ مش هنشوفها؟ هز ماجد والد رهف راسه وقال لمراد: قوم يا مراد هات أختك من جوه يلا. بصله مراد وقال بصدمة في نفسه: أختي دي آخرتها؟ ووقف وهو بيتنهد وراح ناحية أوضة رهف. خبط على الباب. طلعت رهف وهي متظبطة وعلى سنجة 10 والفستان هياكل منها حتة. تجنني يا رهف، بس معقول تلبسي كده علشان البهلوان اللي بره ده؟ حاولت رهف تمنع ضحكتها. عيب يا ابن عمي، البهلوان ده هيبقى جوزي. عض مراد على شفايفه بغيظ وهو بيهز راسه. قربت منها نجاة والدتها وهي شايلة القهوة. خد يا رهف علشان تقدميها. هزت رهف راسها وهي بتشيلها وبتدخل بيها قدام والدتها، ومراد وراهم. دخلت رهف بكسوف، فقالت ميرفت: بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ابتسمت رهف وهي بتقرب ناحيتها وبتديها القهوة، وبعدين ادت جوزها ووالدها وجت ناحية مراد اللي وقتها قال لها بهمس: عارفة لو ما شلتيش الضحكة المسخة اللي على وشك دي هشوههولك. ابتسمت أكتر وهي بتقول: ولا تقدر تعمل حاجة، واتحركت من قدامه. فقال مراد بغيظ: أنا هوريك أقدر أعمل إيه. ومد رجله وهي بتمشي من قدامه ناحية العريس، فاتكعبلت وهوب القهوة وقعت على رجله. صرخ أنور العريس وهو بيبعد عن سخونة القهوة. بصت له رهف بتوتر: أنا آسفة آسفة. نجاة قالت بسرعة: هاتي مية الساعة يا رهف، هاتي مية بسرعة. هزت راسها وهي بتجري بسرعة على جوه علشان تجيب مية تحطها على رجليه. أنا آسفة قوي والله، آسفة مرة تانية. ميرفت كانت بتتنفس بعمق: خير خير، دلق القهوة خير. هزت رهف راسها وبصت ناحية مراد اللي كان فطسان على روحه من الضحك، واتوعدت له. بص أنور لرهف وقال لها بضحك: كده هتسلخيني من أولها، أمال بعد الجواز هتعملي إيه؟ مراد قال له بسماجة: هتعملك بانيه. نعم، أصلها بتحب البانيه قوي وممكن تعمل أي حاجة عشانه. خاف على نفسك بقى لا تعملك بانيه. ضحك أنور. على خيرة الله بقى. اتدخلت نجاة وقالت بسرعة: طب يلا نقرأ الفاتحة. وقف مراد بسرعة وقال: لا. بصله كلهم فقال بتبرير: يعني هما ملحقوش يقعدوا سوا وكده يعني، فنخليها يوم تاني يكونوا قعدوا وتعرفوا على بعض، مش كده ولا ايه يا عمي؟ هز ماجد راسه. مراد فعلا معاه حق، احنا نأجلها مرة تانية. اتنفس مراد بعمق وهو بيقعد وبيحمد ربنا ان اليوم عدى على خير من غير ما يقرأوا الفاتحة. بعد شوية مشيوا. اتحركت رهف علشان تروح أوضتها. وقفها مراد: اوعي تفتكر انك هتكوني لحد غيري. وغمز لها وسابها ومشي. نامت رهف على السرير وهي بتضحك وبتقول لأسماء في التليفون: انتي متخيلة يعمل كل ده علشان ما تجوزش غيره؟ أسماء كمان فضلت تضحك: هاي الحب ولع في الدرة يا أختي. رهف قالت بهيام: ايه، تعرفي أنا كنت بقوله لأ من ورا قلبي،
بس من جوايا عاوزة أقوله اتجوزني دلوقتي. وقع يعني. وقع من زمان وحياتك. ربنا يسعدك يا حبيبتي يا رب. يا رب يا أسماء ادعيلي. وسمعت صوت خبط في الشقة اللي فوق فوقفت بسرعة. أنا هقفل دلوقتي يا سوما علشان أشوف في إيه. ماشي، مع السلامة يا حبيبتي. قفلت رهف وسابت موبايلها على السرير وطلعت بسرعة تشوف إيه صوت الدوشة دي. وقفت ريم وقالت لها: هو إيه الخبط ده يا ريم؟ أصل في عمال بيدهنوا شقة أبي مراد فوق. وقربت وقالت لها بهمس: شكله هيتجوز. ابتسمت رهف وباست ريم: بوس على الأخبار الحلوة دي. وسابتها وطلعت جري على فوق تشوف الشقة. بس وقفت في نص السلم وهي شايفة مراد نازل. رفع حاجبه وقال لها بغمزة: رايحة فين يا مزة؟ مزة؟ أخلاقك باظت يا مراد. بصلها وقال لها بلا مبالاة: ما هي بايظة من زمان، محدش قالك؟ هزت راسها بنفي فقال لها بضحك: أنا بقولك أهو. طب وسع بقى، عاوزة أطلع أشوف الشقة. لا، مفيش طلوع دلوقتي. بقى كده؟ أيوة كده. وقرب منها قوي وقال لها: وبعدين ما تخافيش، ده الدهان الأول، وبعد كده هنزلك أخد رأيك في الألوان اللي تحبيها، ما هو أصل محدش هيقعد فيها غيرك برضه. بصت له رهف بغيظ رغم الفرحة اللي مالية قلبها. مستفز. ضحك مراد: ما أنا عارف، ويلا انزلي تحت معايا. بصت له بغيظ وهي بتنزل معاه ودخلت شقتها وهو كمل على تحت. بصت لريم اللي معاها صاروخ وهتولعه فخطر في بالها فكرة بسرعة. راحت لها وهي بتاخد منها الصاروخ، ولعته ورمته على تحت. ومراد كان نازل وثانية وانفجر الصاروخ. فصرخ مراد بفزع ورهف وريم منهارين في الضحك. بصلهم بغيظ وطلع وراهم يجري. جريت رهف وريم بسرعة ودخلوا الشقة وقفلوا الباب وانهاروا في الضحك. بعد يومين طلعت رهف تنشر هدومها على البلكونة وهي بتغني. كانت بتغني: ده حبيبي مدوبني. سمعت صوت من البلكونة اللي تحتهم: مين اللي مدوبك يا أختي؟ اترعبت وبصت تحت لقيته مراد اللي واقف بيشرب شاي. خضتني يا اسمك ايه؟ ما تغيريش الموضوع، مين اللي مدوبك؟ ملكش دعوة بيا، خليك في المنحة بتاعتك يا ابو منحة. ده على أساس كده يعني بتذليني مثلا؟ دي آخرتها يا رهوف. اهو كده. وبسرعة بصت تحت: انت عملت حاجة في انور ولا ايه؟ ومين اللي فكرك باللي ما يتسماش ده بس؟ ابتسمت رهف وحبت تغيظه: هو حد قالك ان نسيته؟ هو في حد بينسى روحه ولا ايه؟ يا أخي يطلع روحك. الله، بالراحة ما تزقش. الا قولي، يعني انت ما قتلتهوش؟ كان نفسي، بس معلش أنا عاوز أدخل دنيا مش آخرة. معاك حق، حتى لو قتلته مستحيل ابصلك. الله يرحم اللي كانت بتدوب فيا زمان. ضحكت رهف بعلو صوتها: زمان؟ قول الزمان ارجع يا زمان. بصلها مراد وقال لها بغضب: ضحكتك عالية يا نسا. ملكش دعوة. كده؟ ايوه كده، ابو كده. تعرفي يا رهف انت معاكي حق، انا لما بعدت زمان مش عشان ما بقاش اناني، انا بصراحة حبيت واحدة كانت زميلتي وعلشان كده بعدت وما كنتش برد عليكي، اصلا انا حبيتها قوي. سكت وما كملش جملته وهو بيشهق من مية الغسيل اللي نزلت على نافوخه وهو رافع راسه يكلمها. بصلها بغضب وهو بينشف المية من وشه فبصت له بانتصار: عشان تصحى من أحلامك اللي كترت، ها يا ابن عمي. وسابته وهي بتشيل السبت وبتدخل جوه وهو بيبصلها بتوعد. نزلت رهف تحت شوية علشان تشوف مرات عمها اللي طلبتها. فتح لها مراد وابتسم أول ما شافها. رهف تعالي. دخلت وقالت بتوتر: أمال فين والدتك؟ ماما نزلت. نزلت؟ أمال مين اللي بعتلي؟ انا. بصت له رهف وهي بتسأل ليه. مسك ايديها وقال لها بتنهيدة: علشان كفاية بقى كده يا رهف، كفاية عقاب لحد هنا، علشان انا عارف اني غلطت، والله كل ده كان من خوفي عليكي. انا يا ستي غلطان واستاهل عتابك وخصامك، بس وانتي جنبي وفي حضني مش بعيدة كده، انا لا انفع لغيرك ولا انتي تنفعي لغيري يا رهف، علشان خاطري فهميني. يا ريتك قلت لنفسك كده من زمان. عندك حق، انا اسف، مش قادر استنى يضيع من عمرنا كمان 3 سنين يا رهف، كفايانا عتاب، كفاية اي حاجة ووافقي نتجوز، انا اجازتي قربت تخلص، علشان خاطري وافقي. سكتت. هو سكت وهي سكتت. سكتت وهي بتبصله وبتفكر. هي حقيقي بتحبه ومستحيل تقبل بحد غيره، وفي ال3 سنين ما حبتش غيره. بصت له وهزت راسها: أنا موافقة. اتسعت ابتسامة مراد وهو بيقرب منها بسرعة.
افتكرت رهف إنه هيحضنها، بس هو مسكها من ودنها وقال: علشان تبطلي مقالب فيا يا أزعة انت. وارتفع صوت صراخ رهف وهي بتبصله بشر. وبعدها نزلوا سوا تحت لأهلهم اللي كانوا قاعدين سوا بيتونسوا وبيلعبوا طاولة. نزلوا وهم ماسكين إيدين بعض. قرب مراد من والده وحماه. بابا، عمي، أنا عاوز أقول لكم على حاجة. عمه اتكلم من غير ما يبصله. خير، ده وقت تقول حاجة ده. هز أبو مراد راسه وقال: عيال ما بتفهمش إن ما ينفعش حد يتكلم في وقت زي ده، إحنا مركزين في اللعب. معلش يا جماعة اسمعوني. بس محدش عبره ولا بصله وكملوا لعب. فبص لرهف وقلب خبز وبصوت عالي: أنا عاوز أتجوز رهف. كلهم سابوا اللعبة وبصوا لمراد. بصوا لمراد ورهف اللي ماسكين ايدين بعض. أبوه رفع حاجبه. الله الله، إيه ده بقى؟ أنا عاوز أتجوز رهف. أبو رهف اتكلم: أنت بتقول إيه يا مراد؟ هو في حد بيعوز يتجوز أخته؟ أخته إيه يا عم؟ أنا عاوز أجيب عيال من أختي ليه يعني؟ شهقت رهف بخجل من وقحته وضربته في كتفه. اتلم. ضحك مراد وهو بيبص لعمه ولوالده. ها، قلت إيه يا عمي؟ بذمتك هقول إيه بعد اللي قلته يا مراد؟ الله يكسفك، فضحتنا وأنا اللي فاكرها أختك. ضحك مراد. ما بلاش بقى كلمة أختك دي، أختي دي بتعصبني يا عمي. ضحكت رهف ومن فرحتها زغرتت في المكان كله، وهي مش مصدقة إنها حلمها أخيرا هيتحقق ومراد هيكون ليها. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا كملتوها لحد الآخر. وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم الجديد أول بأول. ولحد ما نتقابل في قصة جديدة، هتوحشوني قوي.